مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل كيكة السويس رول. تعالوا نشوف المقادير. بالنسبة للكيكة، نص كوباية دقيق أبيض حوالي 65 جرام، 4 بيضات متوسطين، لو بيض كبير يبقى 3 كفاية، معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص كوباية سكر 100 جرام، ربع معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة فانيليا. بالنسبة للحشو هحشيه بالكريم شانتيه والمربى والمكسرات. الكريم شانتيه هعمله من كوباية وربع كريمة لباني اللي هي اسمها ويبنج كريم، مع 3 معالق كبار سكر. وهحشي السويس رول بمربى المشمش، دول 3 معالق كبار. وهرش عليه حوالي ربع كوباية لوز محمص ومطحون شوية، حاجة بسيطة كده. طبعا ممكن احشي كمان فواكه، اضيف فواكه وانا بضيف المربى. من فوق هرش عليه كريمة السكر. هحتاج حوالي 30 جرام زبدة وكوباية سكر بودرة، شوية لبن، ومعلقة صغيرة فانيليا. تعالوا نشوف ازاي هنبتدي. بالنسبة للكريم شانتيه، الكريمة اللباني المفروض هضربها مع السكر، بس قبل ما اضربها لازم تكون ساقعة خالص، فانا دلوقتي هحطها في التلاجة. وبرده اللبن اللي هستخدمه في كريمة السكر هحطه في التلاجة. والصينية اللي انا هصب فيها الكيكة تكون صينية مقاسها 40 سنتي في 26 سنتي، يعني تقريبا 16 انش في 10 انش. لازم تكون صغيرة لان الكمية مش كبيرة. والصينية ادهنها بمارجرين واحط عليها ورق زبدة بحيث انها تبقى جاهزة قبل ما اخلط المقادير. في نفس الوقت اجهز ورق زبدة بس يكون مقاسه اكبر من الكيكة نفسها. هبتدي دلوقتي اجهز الكريم شانتيه. هحط السكر، بعد كده هبتدي اضرب بالمضرب الكهرباء، اضرب لحد ما يتكون قوام كريمي. اول ما يتكون الكريمة اوقف المضرب على طول، لان لو استمريت في الضرب الكريمة هترجع تاني تتحول لسائل. هي كده خلصت زي ما احنا شايفين، تخنت وابتدت تعمل زي خطوط كده. اوقف على طول واغطيها واشيلها في التلاجة لحد ما اجي استعملها. بعد كده هبتدي اجهز كريمة السكر. هحط السكر كله واحط الفانيليا والزبدة اكون سيحتها في الميكروويف 10 ثواني كده، بس المهم ما تبقاش سخنة، تسيح بس. هقلب الاول السكر مع الفانيليا وبعدين احط عليهم الزبدة كلها واقلبهم كويس. وبعد كده ابتدي اضيف اللبن شوية صغيرين، طبعا مش هستخدم كل اللبن، يعني شوية شوية كده. هي كده تخينة، لازم تبقى فيها سيولة شوية. احط كمان شوية لبن بس اخلي بالي. كده كفاية زي ما احنا شايفين، خدت تقريبا بتاع 3 معالق كبار لبن. اشيلها دلوقتي في التلاجة لحد ما اجي استعملها. بالنسبة لدي انا نخلته، هحط عليه البيكنج باودر والملح واقلبهم كويس. هبتدي دلوقتي اضرب البيض. هحط البيض كله في نفس البولة اللي انا هخلط فيها وعليها الفانيليا والسكر. وبعد كده اجيب حلة احط فيها شوية مية صغيرين واحطها على النار لحد ما تغلي. هي كده المية غليت، ههدي النار خالص على قد ما اقدر وابتدي احط البيض واضربه على طول لحد ما درجة حرارته تبقى تقريبا 39 ل 40 درجة مئوية. بس اهم حاجة ان المية ما تلمس البولة دي. اقعد اضرب على طول ما اقفش، عشان خاطر مش عايزه البيض يستوي، انا عايزاه يوصل لدرجه حراره معينه بحيث ان انا ملمسه بايدي كده يبقى دافي شويه. هو كده دافي خلاص. هطفي النار واشيله من على النار وابتدي اضربه تاني بمضرب البيض. هبتدي احطه في العجانه واشغل المضرب على سرعه عاليه لحد ما لونه يتغير ويتخن. الحكايه دي ممكن تاخد 5 دقايق او اكتر. في الوقت ده اولع الفرن على 400 فهرنهايت، يعني تقريبا 210 درجة مئوية.
زي ما احنا شايفين البيض تخن ولونه كمان اتغير بقى فاتح. هبتدي دلوقتي احط الدقيق واضربه على سرعة واطية لحد ما يختلط واصبه على طول في الصاج. هو كده كفاية، ضربته دقيقة واحدة بس. هبتدي اصبه على طول واحطه في الفرن. اول ما اصبه واسويه، طبعا الخطوات اللي انا بعملها دي لازم اكون سريعة فيها. احاول اسويه من غير ما اضغط على العجينة. وعلى طول احطها في الفرن دلوقتي. هتقعد من 12 ل 15 دقيقة. زي ما احنا شايفين الكيكة استوت. خدت تقريبا 15 دقيقة في الفرن. عملت تشيك بالتوثبيك. اول ما تطلع وهي سخنة كده عشان تتنها طرية، هغطيها بفوطة لحد ما تبرد. الكيكة بردت خالص، سقعت وفي نفس الوقت اسفنجية كده. هبتدي دلوقتي ازوقها، بس وانا شغالة لازم اكون حريصة جدا عشان ما تتفرفتش مني. اول حاجة هعملها هبتدي افصل ورق الزبدة من الكيكة في الجناب. لو الاطراف ناشفة ممكن اقطعها بالسكينة واشيلها. كده انا فصلت ورق الزبدة عنها. هرش عليها شوية لوز واجيب ورقة الزبدة اللي انا مجهزاها واحطها عليها كده، بحيث انها هنا تبقى على المقاس بالظبط وهنا في جزء من ورق الزبدة زيادة. وبعد كده احط عليها الشبكة. لو مش عندي ممكن استعمل ظهر صينية كبيرة. وبعد كده بحرص كده اقلبها. وابتدي اشيل ورق الزبدة اللي عليها، طبعا بشويش عشان بيبقى احيانا لازم. بعد كده انزلها على الترابيزه. بعد كده هبتدي احط المربى. احاول تبقى طريه كده عشان اعرف افردها. اوزعها الاول وبعدين ابتدي افردها. كده انا وزعت المربى كلها. ارش شويه لوز، ممكن طبعا بندق او اي نوع من المكسرات. بعد كده احط كريم شانتيه، بس احاول اسيب الاطراف وبلاش احط في الاخر. اوزعه الاول. كده كفايه، ما حطيتش طبعا الكميه كلها. هبتدي بقى الفه، بس وانا بلفه لازم اكون حريصه جدا عشان ما يتقطعش مني، يعني بشويش قوي. بنفس الورق ده هبتدي ارفعه كده واتني واضغط شويه كده، وبعدين اكمل بايدي. لفها لحد ما الإيدج بتاعها، الطرف بتاعها يبقى تحت خالص. بعد كده قبل ما احط كريمة السكر، يا اما ازوقها على نفس الورقة او احطها في طبق ازوق فيها. بعد كده ابتدي ازوقها، وبعدين ارش عليها شوية مكسرات تاني، وبحرص انقلها في طبق التقديم. هتبقى بالشكل ده. احطها في التلاجة شوية وبعدين ابتدي اقطعها. زي ما احنا شايفين شكلها من جوه. انا قطعت اول جزء، قعدتها في التلاجة تقريبا ربع ساعة، وبعد كده ابتدي اقطعها. لازم استخدم سكينة حامية. زي ما احنا شايفين كده. بعد ما انا قطعتها، حاولوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.